فريق التجمع الوطني الأحرار خدا ديجا واحد التعقيب إضافي، بالتالي هناك تعقيب لكل سؤال من كل فريق. شكرا. لا، بناء على المادة 291 الفقرة ما قبل الأخيرة يجب أن تتقيد تعقيبات إضافية بموضوع السؤال وأن تنصب حصريا على جواب الحكومة ولا يتعدى تعقيبا واحدا لكل فريق أو مجموعة نيابية. كي يدخل الإنسان للسجن ما كيبقاش كيخلعوا السجن، تطر منه ديك الخلعه وديك الدهشه. أنا ما بغيتش الناس يمشيو للسجن، أنا بغيت السجن نخلع به الناس. أما إلا الهبة ديال السجن مشات ما بقاتش السجن عنده قيمة. إضافة إلى ذلك حنا درنا هذه الدراسه وقلنا 5 سنوات. واش الدور ديالنا هو انه اللي اش كنديروا في السجن؟ واش غير كنعذبوا الناس؟ كنعدموا الناس؟ راه السجن كنعيدوا اعاده التاهيل والتربيه لهم. الا دخلتوا السجن اش من اعاده التاهيل كندير له على 6 شهور، محكوم واحد ب4 شهور، محكوم 6 شهور، محكوم عام، اش من التاهيل واعاده التربيه كندير له؟ كنحطو كنسد عليه. ثانيا الاحكام في المغرب راه قاسيه، احكام راه قاسيه. اللي خصو يتحكم بعام كيتحكم 5 سنين، واللي يتحكم 10 سنين كيتحكم 20 عام. قلنا نرتبوا الامور بيناتنا، نقادوا الامور شويه بين نهدوا الامور. راه ماشي غير اللي دار شي حاجه ديال الحبس، خاصك دير تربيه ودير كذا. واخا هاد الاطفال اللي كيديروا الشغب في الملاعب ودابا في الحبس ومشات الخرايه ومشات سنهم ومشى المستقبل ديالهم ومشى، اشنو غندير لهم هذوك؟ تيجيبوا لي الدراري الصغار كديهم لي للحبس ويمكن يتعرض للاغتصاب، يمكن يتعرض للعجب. واش بغينا نربي ولا بغينا نقدوا؟ قرروا انتم واش بغيتوا. شكرا. اسمح لي السيد النائب، اسمح لي السيد النائب. تفضل سيدي. ولكن راه تعقيب لكل سؤال، كاين 4 الاسئله، اذا عندنا حق في التعقيب لكل سؤال. السؤال ديال التجمع الوطني الاحرار واحد السيد نائب. تفضل السيد الرئيس سي بوانو. السيد النائب، انا احتراما للسيده الرئيسه من الفريق ديالكم كان خصكم تساندوها، لان هي نطقت بالنظام الداخلي ولا شيء غير النظام الداخلي. هذوك 5 ولا 6 الاسئله كيهموا كل فريق. كون كان عندكم نتوما 3 ولا 2 الاسئله من ديالكم كان عندكم الحق. اما السيده الرئيسه ما ادليت به في النظام الداخلي هو الصح. شكرا سيد الرئيس. هل هناك من تعقيبات اضافيه في الموضوع؟ الكلمه لكم السيد الوزير محترم. تفضلوا السيد الوزير. تفضل. شكرا سيدة الرئيسة. أنا عندي واحد السؤال، واش النظام الداخلي كيخص غير الجلسة العامة ولا حتى اللجان؟ حيت طرح نفس المشكل مع الفرق في التدخلات، واللي كاين ملي كيكون التدخلات بغينا نعرفوا. شكرا سيدنا. الكلمة نمر للسؤال. الرئيسة، نحن في جلسة دستورية مخصصة لمراقبة الحكومة، والنظام الداخلي نظامنا الداخلي يؤطرها. هناك سؤال وجواب من طرف الحكومة وتعقيب من السادة النواب ورد على التعقيب أو التعقيبات الإضافية. لكننا مع هذه الحكومة نلاحظ أنها حولت هذه المسألة، هذه الجلسة المخصصة لمراقبة الحكومة إلى سؤال كتابي تجيب عليه الحكومة تقرأه أمامنا. نحن نطرح السؤال لكي الحكومة تحاول الإلمام بالموضوع والإحاطة به والتفاعل معه والإجابة عن السؤال وعن التعقيب. لكن الحكومة لا تبذل أي مجهود وتستخف بمجهودات السادة النواب، وهذا شكرا. انتهت الدقيقة ديال نقطة نظام. شكرا. سؤال تعقيب ديالكم السيدة النائبة، تفضلوا. السيد الوزير، للاسف الشديد الجواب ديالكم كيتناقض مع الواقع، وبما انك مولوع بقراءه الكتب بغيت نطرح عليك بعض الاسئله اللي في الحقيقه مرتبطه بالسؤال ديالنا. واحد من الكتب
الكتب اللي ادعيتي انك مؤخرا انك قريتيه واش ما قريتيش في كتاب احاديث فيما جرى بان السي عبد الرحمن اليوسفي الله يرحمه كان كيعيش في شقه ما كتعداش المساحه ديالها 80 متر، وانه لو كان مازال حي كان غادي يحاربكم بكل ما اوتي من قوه في صحبكم المشروع قانون تجريم الاطراء غير المشروع. بغيت غير نعرف مالكم وعلاش مرعودين ومنين خايفين، وبالاحرى على من خايفين. السيد الوزير اكيد انك قريتي كتاب الاب الفقير والاب الغني، ولكن غادي نحيلك على كتاب اخر تزمن الصدور ديالو مباشره مع تشكيل هذه الحكومه، واللي هو رئيس الحكومه الفقير ورئيس الحكومه الغني. حنا كل واحد الله يعاونه، ولكن في اطار مشروع وبغينا المحاسبه. بالله عليكم شكون دفعكم لسحب القانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدوله؟ وبما انك الناطق الرسمي للحكومه كنهديك هذا الكتاب ولهاد الوزاره هذه ولهاد الحكومه هذه كلها. شكرا سيدة نائبة، انتهى الوقت. كنهديها هاد الكتب. شكرا. هل هناك من تعقيبات اضافيه في هذا الموضوع؟ تفضل السيد نائب المحترم. السيد الوزير المحترم، سحبت مجموعة من مشاريع القوانين وخصوصا اللي موجهة لمحاربة الفساد لإطراء الغير المشروع، مشروع قانون احتلال الملك العمومي، المناجم، استفادة الوالدين. باقي التزمتوا باش تجيبوهم وما لحد الساعة مازال ما جبتوهم، وحنا دخلنا في 80% من الاستهلاك ديال الزمن السياسي لهذه الولاية الحكومية. فواش الحكومة باقية عند التزامها بإعادة هذه المشاريع قوانين، وإلا فالتطبيع مع الفساد وتضارب المصالح يبقى عنوان بارز في هذه الولاية الحكومية. السيد نائب المحترم شكرا. هل هناك من تعقيبات إضافية في هذا الموضوع؟ تفضل السيد الرئيس. شكرا السيد الوزير. نعم السحب هو مشروع بالنسبة للحكومة، احنا ما تناقشوش هذه المسألة، ولكن بغينا تصوركم لأن الحكومة ما منحت ليناش مخطط تشريعي باش نعرفوا تصورها في التشريع شنو غيجي من بعد شنو ما غاديش يجي. الحكومة التي لا تتوفى على مخطط تشريعي هي حكومة بدون بوصلة. هذا هو المنطق السيد الوزير، انه علاش هناك نصوص تشريعية تتعلق بمحاربة الفساد. اليوم كل شيء كناديو بالاستثمار في بلادنا، والمستثمر الاجنبي ما يمكنش يجي، والتكلفه ديال الاستثمار كيضيف عليها 20% من مصاريفه اللي مخصصه للفساد، الفساد اللي هو مستشري في الاداره المغربيه. اليوم السيد الوزير هذا كيزكي ان محافظتكم حتى التقارير ديال هيئه الحكمه في هذا المجال كيزكي هذه المساله ديال السحب ديالكم لهذه المشاريع. احنا السيد الوزير ما حناش بوحدنا، احنا في وسط منتظم دولي، في الملتقيات الدولية نسائل على هذه المشاريع القوانين، المشاريع اللي عندها ارتباط بتخليق الحياة العامة، بمحاربة الفساد، بالنزاهة، ما يتعلق بالمنظومة الجنائية ككل، وبالتالي فأنتم مطالبون بالإبلاغ. شكرا. هل هناك من تعقيبات إضافية أخرى في هذا الموضوع؟ صاحب السؤال. السيد الوزير الإجابة ديالكم على هذه التعقيبات، تفضلوا. شكرا السيدة الرئيسة، شكرا السيدات والسادة النواب. السيد النائب المحترم من فريق المجموعة النيابية، أنا عندي واحد الرسالة ديال السيد الأمين العام السي بن كيران يطلب سحب جميع القوانين من البرلمان في سنة 2012. نسلمها لك جميع القوانين، بمعنى أن هذه المبادرة ولا هذه الآلية هي آلية طبيعية، وهذه آلية طبيعية تقوم بها الحكومات كلها. فهذه الرسالة أنا مستعد نسلمها لك، طالع عليها ما كاين مشكل. لماذا الآن وفيها قوانين؟ شوف فيها قوانين لو أرادت المعارضة آنذاك أن تستعملها لقضايا معينة لقالت بأنه هذه نية الحكومة وهذه ماشي. أنا هذا الموضوع لن أدخل فيه لأننا قلتها وسوف أعيدها مرة أخرى، نحن سواء في محاربة الفساد، لكن أن يتحول الفساد إلى أصل تجاري هذا شيء آخر. سيد النائب المحترم من فريق الاتحادي، أنا أسجل اليوم باستغراب شديد بأنك مع المخطط التشريعي، لأنه أنا كنعرف المواقف ديال الحزب ديالك وديال الفريق ديالك في 2012 و2013. إلا كان المخطط التشريعي اللي كان بدعة اليوم أصبح شي حاجة مزيانة، فأنا لا أعتقد بأنه هذا فيه واحد النوع ديال التطابق. أسجل مرة أخرى أنا مولوع بالقراءة وأدعو الناس وأدعو المغاربة إلى القراءة، وأسجل للأسف السيدة النائبة في الفريق الاتحادي تدعو إلى عدم القراءة. شكرا.
شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة. بهذا نكون قد استوفينا طرح جميع الأسئلة المدرجة في جدول أعمالنا. شكرا على حسن تعاونكم. رفعت الجلسة. إبا فاطمة التمني، نقطة النظام ديالك، تفضلي. السيدة الرئيسة، أنا في الحقيقة أستغرب من السيد الوزير، يعني بعد ما تفوليه في الأذن ديالو كيجاوبني عوض فاش يجاوب السؤال اللي تطرح من بعدي كيجاوبني أنايا في الوقت اللي راه السؤال ما جاوبش عليه في الحقيقة، وما عطى حتى شي توضيحات للسيدة النائبة اللي جات من بعد ديالي. لهذا كنستغرب. كنتي تجاوب بلاصتو السيد الوزير. السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان كنتي تجاوب، بدل ما تعطيه الجواب كنتي تقوم وتجاوب بلاصتو، بما انه ما قادرش يجاوب على السؤال. شكرا. شكرا سيدة النائبة المحترمة. هل هناك من تعقيبات إضافية في هذا الموضوع؟ هل هناك من تعقيبات إضافية في هذا الموضوع؟ السؤال الموالي. الكلمة لكم سيد الوزير المحترم، تفضلوا. استمعت لهذه التعقيبات باهتمام وسندرسوا فيها وإن شاء الله نجاوبكم في أقرب وقت. شكرا سيد الوزير. سؤال عن الزيادة في رسوم التسجيل والدراسة بالمدارس الخصوصية للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. فليتفضل أحد النواب. تفضلي السيدة النائبة المحترمة. شكرا سيدة الرئيسة. السيد الوزير، عن الإجراءات المتخذة لضبط الرسوم المتزايدة في المدارس الخصوصية نسائلكم. تفضلي السيدة النائبة المحترمة. السيدة الرئيسة، نقطة نظام الله يعطيك الخير، في جلسة الأسئلة الشفوية يكفينا انتظار ما كننتظروا من أجوبة ديال الأسئلة الكتابية، فالأسئلة الشفوية هنا ليجاب عليها وليس للوعد بأن تجاب كتابة. تفضل السيدة النائبة. شكرا السيده الرئيسه. يعني المفروض انكم تضبطوا شويه الجلسه، لان كاين بزاف ديال التشويش وما تنسمعوش، وبالتالي المفروض يكون شويه ديال كنستمعوا للجميع، وبالتالي الناس خصهم يستمعوا ايضا لا للمتدخلين ولا للرد ديال السيد الوزير. شكرا. الى كان تفضل السيد الرئيس. شكرا السيده الرئيسه. حينما نسمع من الحكومة بأن رد على التعقيبات سيأتي كتابة، نعتبر هذا غيابا مقنعا، وأن حضورهم هنا غير ذي جدوى مثلهم مثل الوزراء الغائبين عن الجلسة. نحضر هنا في هذه الجلسة من أجل أن نستمع بشكل مباشر لأجوبة الوزراء. ما وقع مع البرلمانيين الأطفال لا نريد أن يتكرر خلال هذه الجلسة. نريد أجوبة حالا السيد الوزير على تعقيبات السيدات والسادة النواب. نحن هنا من أجل أن نتلقى الجواب الفوري. الجواب ديالكم السيد الوزير على سؤال ديال الزياده في رسوم التسجيل ديال الفريق الدستوري الديمقراطي. تفضلوا السيد الوزير. مازال ما طرحته. مازال ما طرحتش. طرحت. بغيتي تعيدي السؤال السيده النائبه؟ ما سمعتوش السؤال ديال السيده النائبه. رجعوا التوقيت للسيده النائبه وتعاود السؤال. تفضلي السيده النائبه المحترمه. السيد الوزير، عن الإجراءات المتخذة في ضبط الرسوم المتزايدة في المدارس الخصوصية نسائلكم. تفضل السيد الرئيس. شكرا سيدة الرئيسة. هذه نقطة نظام بخصوص تلاوة أسماء المتغيبين وهذا التدخل باسم الفريق الاستقلالي. لابد من توضيح ما يلي. اولا لابد نسجلوا ان تم خرق مقتضيات النظام الداخلي للمجلس في الماده 395 وتمت تلاوه اسماء دون تتبع ولا احترام مسطرات التغيير. ثانيا نتساءل على تلاوه اسماء اعضاء الفريق الاستقلالي في البدايه، وهذا غير سوي لانه تنسالوا كيفاش تمت برمجه الاسماء الاستقلاليين على الاول، وهذا غير معقول. وتنطالبوا بذلك بتقديم اعتذار لكافة الأعضاء الذين تمت تلاوة أسمائهم، وهذا موقف مبدئي تنطالب به الحرص على تطبيق مقتضيات النظام الداخلي تطبيقا سليما. وشكرا. شكرا.
تفضل السيد نائب. السيدة الرئيسة، خلال جلسة 15 نوفمبر آخر جلسة اللي كان فيها التصويت في القانون المالي، كان السيد نائب الرئيس أشار إلى أن هناك دراسة بعض الملفات التي طرحها بعض السيدات والسادة النواب فيما يخص الغياب، وذكر أن سيتم يعني قراءة الأسماء واعتذار لهم خلال الجلسة القادمة. نتفاجأ اليوم السيدة الرئيسة أن تم إلغاء هذه الملاحظة، مع العلم أن النظام الداخلي أشار في المادة 395 أن غياب الأول تنبيه والغياب الثاني تنبيه وبعدها يتلى الاسم. إذن هناك خرق للنظام الداخلي. كذلك لم هذه الجلسة تم يعني مرور الكرام ولم يعلن عن الاسماء التي تم طرح طلبات الاعتذار. وشكرا. واضح سيد نائب. بخصوص الغياب سيتداول المجلس مكتب المجلس يوم غد ان شاء الله بخصوص هذه الاسماء الذين قدموا اعذار مقبوله. لا ريجي الصوت. بالنسبة للنواب الذين قدموا أعذار مقبولة طبقا للمادة 137 سيتم سحب أسماءهم من المحضر ديال الجلسة الماضية ويتم تقديم اعتذار لهم إن شاء الله في الجلسة المقبلة. وبالنسبة سيتداول مكتب المجلس غدا بخصوص هذه النقطة. شكرا. تفضل السيد الرئيس. سنتيسي تفضل. تفضل السيد الرئيس. شكرا السيدة الرئيسة المحترمة، السادة الوزراء، السيدات والسادة الزملاء الأعزاء، صاحب الجلالة الله ينصره ويطول عمره، بمناسبة ذكرى 50 البرلمان و60 كذلك، وكاين 50 وكاين 60 سيدي الله يجازيك بخير. صاحب الجلالة يعني أكد على أن مصدر التشريع في المغرب هو البرلمان، وحيث تقدم الفريق الحركي ب 91 مقترح قانون، أكثر من 1000 مادة، ولم تتم الدراسة. ندعو الحكومة للعناية والاهتمام بهذه المقترحات القوانين حتى نتمكن من لعب الدور ديالنا والمنوط بنا وفقا لمقتضيات الدستور من جهة، وكذلك لتحريك اللجان. اليوم اللجان لها الوقت لمناقشة المقترحات. كما ندعو السيد رئيس الحكومة لإعطاء تعليماته لحضور السيدات والسادة الوزراء لمناقشة هذه المقترحات. نحن نحضر لمناقشة المشاريع، يجي ويقولوا لنا إيه أو لا وتسالى الموضوع. شكرا سيد نبي. واضح السيد الرئيس. بخصوص تفعيل بدأ مكتب المجلس في تفعيل المادة 171 من النظام الداخلي، وسيظهر المكتب المجلس على عادته على المسطرة ديال المقترحات ديال القوانين بالنسبة للدراسة ديالها والتصويت ديالها كعادته في الدورة الماضية. شكرا سيد الرئيس. حضرات السيدات والسادة، نشرع في طرح الأسئلة الشفوية. تفضل السيد الرئيس. خديتي نقطة نظام السيد الرئيس بخصوص اولا كان هناك التزام ديال الرئيس السابق. ثانيا حنايا لا نطالب بسحب الاسماء، ولكن اعتذار لهاد الناس اللي تلات اسمائهم لانهم لم يتم احترام مضامين النظام الداخلي. هذا هو الاساس اللي بغيت ناكد عليه. هناك خرق لهذا النظام. شكرا سيد الرئيس. حضرات السيدات والسادة، تفضل السيدة النائبة. شوفي فينا السيدة الرئيسة هنا طبقا للمادة 163 من القانون من النظام الداخلي. في الجلسة السابقة السيدة الرئيسة أخبرتنا رئاسة الجلسة أن الحكومة تجاوبت مع الموضوع الطارئ للمعارضة الاتحادية بخصوص غياب بعض الأدوية المتعلقة بالقلب والشرايين والسرطان ما يهدد صحة المواطن المغربي. لكن نتفاجأ بهذه الجلسة عدم برمجة هذا الموضوع الطارئ، ونسجل بكل أسف عدم التزام الغياب وغياب الحكومة